عندي لك جوج وصفات اللي غادي يبدلو لك حياتك مليون في المئة. صدقيني هاد الفيديو هذا ما خاصكش تفلتيه، تفرجي من الاول حتى الاخر. ولا عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وضغط على زر الاشتراك باش يوصلك كل جديد. انا شنو عندنا؟ فقط الزنجلان وكاوكاو. سهله مهله. هي الا بغيتي اختي تبقاي ضعيفه، هي الا بغيتي تبقاي نحيفه، هي الا بغيتي تبقاي جلده على العظم. اما هذا الفيديو وهذه الوصفه هذه راكي اللي يقول اي امراه عندها الضعف الشديد، النحافه الشديده، واخا تكوني جلده على العظم، هذا الفيديو وهذه الوصفه هذه اللي كاختي ما تفلتيهاش وما تخرجيش من الفيديو قبل ما تشوفي الوصفه والنتيجه ديالها. خديت الزنجلان وكاوكاو، مقدار الزنجلان قد مقدار ديال الكاوكاو. حمرتهم بعد ما غسلت الزنجلان ونقيته، وطحنتهم مزيان مزيان. وطحنتهم كي قلت مزيان. في الاخر غادي نزيد معاهم كاس ديال الزيت البلديه، كاس كبير ديال زيت البلديه. هاد الوصفه دايره بحال الشكل ديال املو، غير هي وصفه ديال الزياده في الوزن. ما كنزيدوش فيها داك المكونات الاخرين بحال القرفه بحال النافع وهذا، لا، هذاك الشيء كيبقى في املو. هذه وصفه ديال الزياده في الوزن، فقط فيها كاوكاو والزنجلان. غطحني كلشي في الخلاط الكهربائي. سهله حتى في التوجات ديالها، ما كتاخذش منك وقت. غير الا اختي بغيتي تبقاي معكازه ومخشيه وجالسه كتبكي ولا انا ضعيفه ولا انا ما عاجبنيش راسي، لا، صافي كتاخديهم كطحنيهم وكتزيدي عليهم كي قلت كاس ديال الزيت البلديه والعسل. العسل بغيتي اختي ديري العسل. هاد الوصفه راه كتليق حتى للناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم داء السكري. الا بغيتي تحيدي العسل حيديه، كتافيه غير بالزيت البلديه والزجلان وكاوكاو فقط. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل في الحلاوه راه كيديروا يمكن لكم ديروا العسل. انا هنايا درت العسل حيت كناكل الحلاوه. صافي طحنتهم مزيان مزيان. كتكون الوصفه على هذا الشكل، ماشي عاقده بزاف، وكتجيب بنينه. صدقوني كتجيب بنينه بنينه بنينه، راه ما تقدروش. الوصفه كناكلوها معلقه مورا الوجبه. نتوما راه غتبقاو تاكلوها وقت ما درتو، تبقاو تاكلوها، راه كتجيب بنينه بنينه بزاف. صافي هنايا كي شفتوا راني طحنت كلشي مزيان مزيان، وكنحتفظ به شي قرعه او علبه، وكنحطو قدام عينيا باش ما ننساش هاد الوصفه انني ناكلها. الوصفه طريقه الاستعمال ديالها: كتاخدي معلقه صغيره بعد الفطور، معلقه صغيره بعد الغداء، ومعلقه صغيره بعد العشاء. وركزوا لي على المعلقه اللي بعد العشاء، ركزوا لي عليها مزيان، ما تنسيهاش. حطي قدام عينيك، كولي لي معلقه صغيره ولا جوج معالق صغار، ما خفتي والو. الوصفه طبيعيه وصحيه مليون بالمئه. هنا كتشوفوا هنايا الكثافه ديالها راه كتجي ما شاء الله كتشهي، قسما بالله كتشهي. ويمكن لكم تاكلوها حتى مع خبيزه بحال الشكل ديال املو، تفطري بها مع الصباح، رائعه رائعه. ويمكن لكم تعطيوها لوليدات الصغار، الاطفال، حيت ما فيها حتى شي حاجه مضره. الزنجلان راه كياكلوا كلشي، والكاوكاو راه كياكلوا كلشي، والزيت البلديه راه صحيه، اصلا صحيه لوليدات الصغارين. الوليدات الصغار حتى هما كتعطيها ليهم، راه صدقوني واحد الصحه كتربيو على هاد الوصفه هذه، راه ما شاء الله. قسما بالله اللي جربتها غتدخل ترحم ليا الوالدين. صافي هنايا كملت معايا الوصفه الاولى، وندوزو للوصفه الثانيه اللي حتى هي سهله ورائعه رائعه بزاف. انا شنو درت معكم؟ عفوا، الشوفان كتاخدوه كتحمروه مزيان مزيان، تيولي شكل اللون ديالو ذهبي. من بعد كتاخدوه حتى هو كطحنوه. وصدقوني الشوفان حتى هو راه رائع للزياده في الوزن، غير هو طريقه الاستعمال ديالو غادي نقولها لكم في الاخر ديال الفيديو. كتحمروه كما قلت، كما كتشوفوا هنايا اللوين اللي خدا معايا راه تيكون ذهبي. صافي من بعد كتاخدوه حتى هو كتزيدوا على الصوجه. المكون الثاني هو الصوجه، كتحمروها حتى هي مزيان حتى ديك القشيره ديالها كتطرطق. كتاخدوا هذوك جوج مكونات كطحنوهم مزيان تيوليو على شكل بودر، الصوجه والزنجلان. والصوجه راه معروفه انها كتزيد الوزن، وبالاخص المناطق الانثويه راه رائعه. الصوجه رائعه، ما خاصهاش تخطا اي امراه في الدار. الصوجه كليها بجميع الاشكال، يا اما تاكليها بوحدها هكاك بحال الشكل ديال الكاوكاو، او حمص تبقاي جالسه تحمريها وتحطيها حداك تبقاي تاكلي فيها، يا اما تصايبي بها الحليب ديال الصويا. وصدقوني الحليب ديال الصويا حتى هو غنخليه لكم في واحد الفيديو مقبل ان شاء الله.
حتى هو راه رائع. هنايا طحنت جوج مكونات اللي هما الشوفان والصويا، وخلطت معاهم الشوكولاط بودر اللي هو كاوبيل، كنقولوا حنا كاوبيل شوكولاط بودر، اي شكل اي ماركه بغيتو تخدموا بها ماشي مشكل. انا هنايا خدمتي بالماركه العاديه اللي كناخذوا دائما ديال الباكيه. صافي خلطتهم بعد ما غربلتهم باش ما يبقاش فيهم داك الحصى، داك بحال تيكون بحال الحجيرات، حيدته خليت غير البودر ديال الوصفه. صافي حتى هي احتفظت بها في ديك العلبه. وكناخذ معلقه كبيره مع كاس الحليب دافي، كنخلطهم مزيان وكنشربهم. هاد الوصفه هذه شربوا لي كاس بعد العشاء، فقط كاس الحليب في هاد المعلقه ديال هاد الخليط بعد العشاء. وجي واختي، راه اش غنقول لكم، واخا تكوني ضعيفه، واخا تكوني نحيفه، واخا تكوني جلده على العظم، هاد جوج وصفات الا تبعتيهم صدقيني في ظرف اسبوع غتلاحظي واحد الفرق رهيب وكبير بزاف. وهنا غندوزو للوصفه الثالثه اللي حتى هي رائعه وما شاء الله. هنا اي وصفه، هاد ثلاثه الوصفات اللي حطيت لكم اي وصفه فضلتوها استعملوها. غير انا كنأكد على الوصفه ديال الزنجلان وكاوكاو الاولى، هذيك ما تفلتوهاش، ضروري انك تستعمليها. صدقيني راه في الاسبوع الاول كتلاحظوا واحد الفرق رهيب. هاد الوصفه الثالثه شنو فيها؟ زرعه القرعه وكاوكاو والزنجلان، حمريهم بعد ما تنقيهم وتغسليهم بطبيعه الحال، كنطحنوهم مزيان. وكناخذوا اي دانون، انا خديت هنايا كريك، انا عزيز عليا دانون كريك، نتوما يمكن لكم تاخذوا بيرلي او اي دانون كتفضلوه. هنا طحنتهم مزيان، غنحتفظ بهم في واحد العلبه. غناخذ وقت كل ليله قبل ما نبغيو نعسو دانون كنخلطو مع معلقه كبيره من المكونات اللي طحنت، وكندير معاهم معلقه كبيره ديال السيريلاك ديال القمح ومعلقه كبيره ديال الزبيب. كنخلط كلشي مع دانون. انا كنخففو بشويه د الحليب، نتوما يمكن لكم تاخذوا هكاك، انا كنخففو بالحليب وكناكل هذيك الزليفه قبل ما نعس. صدقوني راه هاد الوصفات جبت لكم النقعه، جبت لكم التخت ديال الوصفات. الا بغيتي اختي تبقاي ضعيفه ونحيفه وتبقاي تسناي، راه حتى حاجه ما كتجيب انك تسناي.